السلام عليكم، الله يسعد جميع أوقاتكم كل خير. اليوم بأعلمكم، يمكن بشرح لكم شرح بسيط حسب عرفي. والموضوع يعني تراه واسع، ما حد يحصر على شيء يعني، لكن بسولف لكم كيف السالفة تصنع من خلال أبيات. يعني أنا سمعت أبيات مثلا وبس أسولفها سالفة. أغلب الأبيات يعني مثل القصائد المترابطة اللي تجيك يعني كأنها تشرح حدث، تصنع منها قصة. يعني تصنع قصة وشاهدها تحطها قصيدة. فبجيب لكم مثل هالموضوع يعني بجيب لكم مثل لها وتسمعونه القصيدة، وبعدين أسولف لكم أنا سالفة القصيدة اللي أنا صانعها، ما حد قالها قبلي. يعني أنا ما سمعت إن أحد قالها، لكن أنا بقول السالفة. فتشوفوا كيف الواحد يصنع من القصيدة سالفة. والله لولا مراكز السعودية ما والله أخذ عن الغالي نهاريني، ما والله أخذ عن الغالي نهاريني. والصبح ملزوم أداوم في البلدية، والصبح ملزوم أداوم في البلدية. واليا طلعت العصر ما عاد يمديني، واليا طلعت العصر ما عاد يمديني. وشد قلت مقروصي مرة واسمع حولية، شد قلت مقروصي مرة واسمع حولية. وقمت اتفاول بها يالله تدريني، قمت اتفاول بها يالله تدريني. وحزمت رجلي وريسهم سمح لي، حزمت رجلي وريسهم سمح لي. وقمت اعرج والسبايب كامل الزيني، قمت اعرج والسبايب كامل الزيني. ويا سعد لا تخليني ترايم توازي. يقول لك هذا واحد اسمه سمير هذا من أهل السعودية، ساكن بن عيرية أهله ومكانهم الوكاد. هو سجل بالكويت واخذ الجنسية الكويتية وصار كويتي، وسجل بالبلدية وصار بمركز بآخر نقطة من الكويت، يعني أبعد نقطة عن السعودية من الكويت، يداوم هناك. المهم الرجال هذا يداوم ولا عندهم الأمر طاري، ويروح ويجي للسعودية، ياخذ له شهر شهرين حسب فرصته. أخذ الإجازة وجاء، لكن من القرادة حب بنت عمه بالنعيرية، وصار ما يقدر يجي ويروح بعد ما حبها. الحب ذا بان وملك عليها، لكن الرجال قال بكون نفسي على أساس إني بتزوجها. والمهم ما المشكلة، يستاذن من أخوياه ولا يرخصون البلدية ويعيون، وقعد يحاول لو يستاذن يعني يداوم مثلا ويطلع الساعة 9-10 يمديه يصل، لكن المشكلة يعيون ما يطلع للساعة 2 يومي وبلش. وصار المهم كل يوم عندي ظرف، ومرة عندي متوفن جارنا، مرة متوفن عمي، ومرة المهم ما خلى عمته جدي قضى عليهم كلهم ويأذنون له ويروح يوم يومين. لكن المهم قلت الحيل، ما عاد عنده. هكا اليوم قال مالي إلا أمثل عليهم، بطيت ما عاد رحت، وأنا بروح وش أسوي؟ مالي إلا حل واحد، إني بحزم رجلي وبقول أنا مقروص وبروح لا وش اسمه البلدية داوم ولا جيت مكيد بيطلعوني. المهم راح وسوى الحركة، ربط رجله، قال والله أنا مقروص، وقال وروح. ومن يوم انه طال عمرك من الباب قاعد ايش اسمه يفك رجله ومسك الخط. الوكاد ومشى بالطريق، قال يا ولد أنا والله أنه كنت طريقتي، وقال يا ولد الظاهر ان طريقتي هذه خطأ، أنا أتفاول على نفسي، والله لا أبلاني. بس الحين بعد مقروص والموت نسي إنه بعد متفاول على ربعه، بس الظاهر إنه ما يذكر إلا الموتة. هو مثلا عمته ميتة مبطي، يقول عمتي توفت ما الموتها أمس ولا قبل 7 سنين، فكانوا يعني يرخصون له. ويوم يقول جدي متوفي، أصلا جده متوفي، يعني هو قضى على الموتة، ترى ما كان يتفاول على الحيين، كان يجيب الموتى يقول بس يجرب موتهم يحط لنا قري. لكن هالمرة تفاول انه مقروص، قال يا ولد انا والله لا ابلاني الحين ويسلط الله علي دابني يقرصني ولا شيء. انا المهم وكتب الابيات، المهم وارسلها لحبيبته، هو تدملك عليها يعني زوجته، وسمعها عمه وزوجه وتم الزواج ويسر الامور ونقل للكويت عاد.
نقل الكويت واستقر هو وزوجته وجاهم عيال ويسر الله اموره وصارت ابياته تردد. هذه هو قال الحين تردد بالاعراس وتردد اللي انتم سمعتوها، وهذه من السوالف والمواقف اللي تصير على الواحد وممكن يصنع منها قصه. يعني بعض الاحداث اللي تصير هذه قصه هذا الرجل اللي اسمه سمير. وتحياتي زوجته ما اعرف اسمها، وتحياتي لكم والله يسعدكم جميعا. وهذا اللي حبيت اسولف عليكم، واتمنى انها قصة خفيفة. والى اللقاء في قصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.